استقر الدنماركي يا سوروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفاظ بالنجم طاهر محمد طاهر على دكة البدلاء خلال مواجهة إيجل نواغ البوروندي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في ذهاب دور الاثنين وثلاثين من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يكون اللاعب الورقة الرابحة للفريق الأحمر في الشوط الثاني من اللقاء. وكشفت مصادر داخل بعثة الأهلي في بوروندي أن شوروب يفضل الاعتماد على طاهر كورقة بديلة مؤثرة لما يتمتع به اللاعب من قدرة على إحداث الفارق بفضل سرعته وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، إلى جانب إجادته اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يمنحه مرونة تكتيكية يستطيع المدير الفني استغلالها وفقا لسير المباراة. وأوضحت المصادر أن الجهاز الفني يرى أن الدفع بطاهر في الشوط الثاني يمنح الفريق دفعة هجومية قوية حال الحاجة لتعزيز النتيجة أو قلب موازين اللقاء، خاصة في ظل رغبة الأهلي في العودة من بوروندي بنتيجة إيجابية تسهل مهمة الإياب بالقاهرة. ويهدف سوروب من هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين العناصر الأساسية والبدلاء، مع منح بعض اللاعبين العائدين من المشاركة مع المنتخبات الوطنية فرصة للراحة النسبية، مع الاعتماد على طاهر في التوقيت المناسب لإحداث التأثير المطلوب. من جانبه أبدى طاهر محمد طاهر جاهزيته التامة للمشاركة في أي وقت خلال اللقاء، مؤكدا تطلعه لتقديم أداء قوي والمساهمة في تحقيق الفوز خارج الديار في بداية مشوار الأهلي بالنسخة الجديدة من البطولة القارية. ويخوض الأهلي المباراة بطموح تحقيق انطلاقة قوية في دوري الأبطال، بحثاً عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي، وسط معنويات مرتفعة وثقة كبيرة من الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق.